أهلا وسهلا بكم معانا في قناة كودينج بايبل. النهاردة عايزين نتكلم عن مفاهيم مهمة جدا جدا تفهمها كويس أوي وأنت شغال عشان تبقى مهندس برمجيات شاطر فاهم أنت بتعمل إيه، مش مجرد بتكتب كود وخلاص. هنتكلم عن ال Dependency Injection وعن ال Inversion of Control. طبعا أنت أكيد استخدمت ال Dependency Injection وعملت حقن لخدمات كتير لو أنت اشتغلت بالأنجولار أو كنت جاي من باك إند بتشتغل بال ASP.NET Core. بس هل انت فاهم الديبندنسي انجكشن او حقن التبعيه بشكل عميق ولا لا؟ طب ايه علاقتها بالانفيرجن اوف كنترول؟ الانفيرجن اوف كنترول معناها قلب التحكم، مش القلب اللي بيدق، لا حاجه اتقلبت، او ممكن تقول عليه التحكم المقلوب. طب انت عارف التحكم في ايه بالظبط، والتحكم ده كان ايه واتقلب بقى ايه عشان نقول عليه التحكم المقلوب؟ هل انت فاهم ايه علاقه الديبندنسي انجكشن بالانفيرجن اوف كنترول؟ والسؤال الاهم، انا ليه دلوقتي بتكلم عنهم في وسط كورس الانجولار؟ ليه دلوقتي بالذات؟ تعالى بقى ايه نتكلم في الموضوع ده بالراحه ونجاوب على الاسئله دي واحده واحده. اول حاجه انا عايز اشرح حاجه في الانجولار اسمها سيرفيس او خدمات. انت اكيد استخدمتها سواء في الانجولار لو انت بتستخدم انجولار، او استخدمتها في اي فريم ورك تاني انت استخدمته، ماشي اوكي. بس انت عارف عشان تستخدم السيرفيس دي لازم تستخدم ديزاين باترن اسمه dependency injection او حقن التبعيه. طب هو ايه التبعيه دي بالظبط؟ الخدمات دي عباره عن كلاسز تابعه لكلاسز تانية فبيسموها تبعيه، تمام. طب ليه قالوا عليها حقن؟ ده لسه هنعرفه بعدين، يعني لسه هنعرفه احنا عشان احنا بنتكلم في الفيديو، تمام. بس اللي انت تفهمه دلوقتي ان الديزاين باترن ده او الديبندنسي انجكشن هو ديزاين باترن او طريقه كتابه كود، تمام، معموله كتطبيق عملي لفكرة الانفيرجن اوف كنترول او التحكم المقلوب. بس السؤال هنا، التحكم في ايه بالظبط؟ اكيد في التبعية، اكيد في الخدمات. بس التحكم ده اتقلب ازاي؟ يعني هو كان ايه وبقى ايه؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نفهمه دلوقتي وعايزين نعرفه. بس عشان نعرف كل الكلام ده لازم نفهم المشكلة اللي الانفيرجن اوف كنترول او التحكم المقلوب او الفكره دي يعني اتعملت عشان تحلها. هي معموله عشان تحل مشكله التايت كابلنج. طيب حلو، عشان بقى تفهم بقى كل الكلام ده كله بشكل عميق لازم نبدا من زمان خالص، نشوف ايه اللي كان بيحصل او بيعملوا الكود ازاي زمان او بيكتبوا الكود ازاي زمان، وازاي واجهوا مشكله التايت كابلنج، وازاي وصلوا لفكره الانفيرجن اوف كنترول وعملوا عشانها ديبندنسي انجكشن. تعالى بقى نحكي قصه من البدايه. تعال نفترض ان انا عندي تو كلاسز A و B، وهفترض ان انت جدلا كنت مكرر كود قبل كده. اوكي، مثلا كنت عندك عامل كود هنا مثلا، ماشي، وليكن والكود ده هو مكرره في الكلاس التانية اللي هي B. فانت هتيجي تقول لي لا احنا ما بنحبش تكرار الكود، ده هيخلي صيانة الكود صعبة، فتعالى نعمل كلاس واحدة فيها الكود ده، تمام، ونستخدمهم. هقول لك ماشي وزي الفل، انت الكود بتاعك كده ايه، مية مية قبل الصيانة وحلو قوي، مع انه لسه في مشاكل لسه هنواجهها. طب أسألك السؤال التاني، هتستخدم ده ازاي دلوقتي؟ يعني كلاس انت دلوقتي عملت الكلاس دي وسميتها كلاس سي مثلا، وحاطط فيها كود مشترك او كود متكرر، هتعمل ايه بعد كده؟ الطبيعي ان انت هتيجي تعمل اوبجكت جوه كلاس ايه مثلا، هتعمل مثلا وليكن نيو سي، اوكي، ونفس الكلام هنا في البي. طيب ايه بقى مشكلة التايت كابلنج او ده حصل ازاي؟ تعالى بقى نشوف مثال واقعي شوية يقرب لنا الفكرة. افترض ان انت جدلا عندك ابلكيشن شغال عليها مثلا وليكن اي كوميرس، فيها عندك كومبوننت اب كومبوننت وكارت كومبوننت واوردر كومبوننت، وهم طبعا الثلاثه موجودين في صفحه واحده، تمام. وعندك انت في الثلاثه دول عايز يبقى عندك لسته بقائمه البرودكت، تمام اوكي. فانت هتجيب الليسته دي ازاي؟ فانت قلت انا هعمل كلاس جديده هسميها برودكت سيرفيس، وهنديها لقب سيرفيس عشان هي فعلا بتخدم على الكلاسز دي، اوكي. طبيعي، واللي كان بيحصل زمان ان انت كنت بتعمل اوبجكت جوه الاب كومبوننت، اوبجكت جوه كمان الكارت كومبوننت، واوبجكت تاني جوه الاوردر كومبوننت. وعشان تتخيلوا اكتر تعالوا نبص بصه كده على الكود. يعني مثلا انا هنا عامل ايه، يعني برودكت سيرفيس كده عاديه اي كلام، اوكي. وهنيجي هنا عايزين نستخدمها جوه الاب كومبوننت مثلا، فكنا بنعمل ايه او اللي كان بيحصل ايه، بتيجي تعمل مثلا كونست برودكت سيرفيس نيو برودكت سيرفيس، اوكي، وتيجي تعمل جيت برودكتس، وطبعا هنعمل امبورت لبرودكت سيرفيس، ماشي. ده اللي كان بيحصل زمان. فانت هتعمل نفس الحركه فين؟ في الكارت كومبوننت وفي الاوردر كومبوننت. فده معناه ايه؟ معناه ان عندك
من نفس البرودكت سيرفيس دي 3 اوبجكت في كل كومبوننت، واصبح كل واحد منهم معتمد على الاوبجكت بتاعه. يعني كل كلاس عندها الاوبجكت بتاعها، هي المتحكمة فيه. تمام. ودي بقى ايه المشكلة؟ طب ايه المشاكل اللي حصلت بسبب حركة زي دي؟ في عندنا 3 مشاكل. المشكلة الأولى الميموري. أنت أصبح عندك من نفس الكلاس أكتر من أوبجكت. افرض الأبلكيشن بتاعك فيه 600 كلاس وكلهم معتمدين على برودكت سيرفيس، فأنت هيبقى عندك 600 أوبجكت من برودكت سيرفيس، أنت كده بتستهلك الميموري على الفاضي. الحاجة التانية التايت كابلنج، ودي اللي أنا عايزك تفهمها كويس قوي. يعني إيه تايت كابلنج أو ارتباط وثيق؟ معناه إنك أنت لو عدلت أي تعديل جوه برودكت سيرفيس ده هيتأثر وكلهم هيتأثروا. تمام. طب إزاي يعني؟ تعال مثلا بص على الكود. مثلا تعال مثلا في برودكت سيرفيس هنا، هفترض ان انا هضيف في الكونستراكتور اي حاجه، مثلا وليكن اي بي اي يو ار ال هيبقى من النوع string. افترض ايه اللي حصل؟ ضرب عندك ايرور فين؟ في الاب كومبوننت. ما هو نفس الكلام، اي تعديل هتعمله جوه برودكت سيرفيس هيأثر في كل الكلاسز المعتمد عليها. ودي معنى كلمه ايه؟ انهم مرتبطين ارتباط شديد. تمام. فده معناه برضو ان الكود بقى صعب المينتنس بتاعه او صعب صيانه الكود. ما هي نفس المشكله. ده غير بقى ان انت لو حبيت انك مثلا تعمل تيستنج ليها مثلا، فانت هتحتاج في التستنج احنا بنحتاج نعمل كلاس تانية بتبقى محاكاة للكلاس الحقيقية. اوكي. فعشان تعمل التستنج ده فانت محتاج انك تعدل كل الكلاسز اللي انت عايز تعملها تيستنج وتغير فيها البرودكت سيرفيس دي بالموك بالكلاس التانية اللي هي ايه، افترض تعملها كمحاكاة. يعني افترض لو انا عندي هنا الكلاس دي بس اعملها موك برودكت سيرفيس محاكاة، يعني مجرد دي للتستنج. اوكي. فعشان اجي اعمل تيستنج بيها فلازم اجي ابدل البرودكت سيرفيس بالموك برودكت سيرفيس. طبعا ده مشكله، وده معنى كلمه ايه التايت كابلنج. طيب المشكله الثانيه انكونسيستنت، يعني داتا غير مستقره او داتا مش موحده. يعني ايه؟ يعني افترض مثلا في الصفحه بتاعتي دي، اوكي، انا عندي هنا السله كانت من فوق وعندي هنا قائمه المنتجات اللي اليوزر اختارها. جه اليوزر كان مثلا من اول مختار 10 برودكت مثلا هفترض، وكان هنا ظهر رقم 10 وهنا هوضح لي ان هم 10. اوكي. بس هنا دي معتمد على اوبجكت غير الاوبجكت اللي هنا. فاصبح ان لو جه المستخدم داس على زرار الاد وراح ضاف برودكت جديد بقى هنا 11 وهنا هيفضل 10 زي ما هم، مش هيتغيروا في الكارت. يعني في الكارت بتبقى 10 وفي الاوردر كومبوننت هتبقى 11. ودي مشكله لان كل واحده فيهم معتمده على الاوبجكت بتاعها. وعشان انت تخلي الداتا واحده فيهم في الابلكيشن كله لازم تعدي على كل الاوبجكتس التانية اللي هي من نفس البرودكت سيرفيس وتعدل فيها نفس التعديل بالظبط. ودي مشكله في حد ذاتها. طيب ايه بقى المشكله الرئيسيه اللي عندي هنا؟ احنا قلناها ان المشكله ان كل كومبوننت او كل كلاس هي اللي بتتحكم في الكلاسز التانية اللي تابعه ليها او في الخدمات التابعه ليها. تمام. هي المسؤوله ان هي تعملها اوبجكت، هي مسؤوله ان هي مفترض تعملها ديستروي من الميموري كمان، يعني تشيلها من الميموري، وده مش صح. طيب نحلها ازاي؟ انا عندي فكره، ايه رايك لو قلبنا التحكم ده؟ بدل ما يبقى كل كلاس هي المتحكمه في الخدمات بتاعتها، لا احنا نخلي الابلكيشن نفسه او الفريم ورك نفسه هو اللي يتحكم في عمل الاوبجكتس من الخدمات دي. اوكي. ويبقى لما اي كلاس من الابلكيشن تحتاج الاوبجكت ده نديها الريفرنس بتاعه. ايه رايك في الفكره دي؟ حلو. ونسمي الفكره دي ايه؟ انفيرجن اوف كنترول او التحكم المقلوب. يبقى اذا فكره انفيرجن اوف كنترول ان احنا بدل ما نخلي كل كلاس هي اللي تتحكم في الخدمات اللي هي عايزاها، هنخلي الابلكيشن او الفريم ورك نفسه، تمام، هو اللي يتحكم في الخدمات، في انشاء اوبجكت من الخدمات دي. او معنى صح ممكن نقولها هنخلي في تحكم مركزي، اوكي، في التبعيات، او نخلي السيرفيس دي يتم او يتم التحكم في التبعيات لاي كلاس في الابلكيشن كله بشكل مركزي. طب هنعمل ده ازاي؟ بص يا سيدي، ايه رايك هنيجي نعمل مثلا كلاس تانية، وليكن هنسميها يا سيدي انجكتور. وهقول لك هنسميها انجكتور بعدين ليه، مش دلوقتي. اوكي. طيب دي هتعمل ايه بقى؟ دي هي اللي هتعمل لي اوبجكت من البرودكت سيرفيس. ازاي يعني؟ مثلا افترض ان هي خلاص بقت معانا وراحت هي عملت لي اوبجكت من البرودكت سيرفيس، هيبقى عندها. ماشي. طيب ولما يحتاج الاب كومبوننت البرودكت سيرفيس او الكارت كومبوننت او الاوردر كومبوننت، لما يحتاج فيهم
البرودكت سيرفيس يطلبها، بس هيطلبها ازاي؟ وده هيحصل ازاي؟ بص يا سيدي، طبيعي جدا وانت بتعمل اوبجكت من اي كلاس في اي لغه برمجه ان انت لو عندك بارامتر جوه كونستراكتور مش هتعرف تعمل اوبجكت من غير ما تضيف ارجومنت او قيمه في الكلاس دي. تمام؟ ده شيء منطقي يعني. لو انا جيت هنا في الاب كومبوننت، وبدل ما هعمل كده هاجي اعمل مثلا كده برايفت مثلا زي ما هو كاتب بالظبط كده، وتعالى نشيل ده خالص. في الحاله دي لما يجي الفريم ورك او الابلكيشن تعمل اوبجكت من الاب كومبوننت او الكارت كومبوننت او الاوردر كومبوننت عشان تعرضه لك في الصفحه، لازم تعمل اوبجكت منه. عشان تعمل اوبجكت ده هتلاقي في كونستراكتور عندها برودكت سيرفيس. فهتعمل ايه؟ هتروح على الانجكتور تقول له يا انجكتور، هل انت عندك ريفرنس من او ريفرنس لاوبجكت من الكلاس اللي اسمها برودكت سيرفيس ولا لا؟ هيقول لها عندي، وايه يروح هو اللي حاطط الريفرنس تمام بتاعها في كونستراكتور، يعني كانه هو حقنهولك في كونستراكتور. طب سموها حقن ليه؟ ما انت كده كده لما بتيجي تاخد حقنه ما بتشوفش حاجه، ما بتشوفش اللي بيديك الحقنه بيعمل ايه، ولا بتشوفش الماده دي بتخش ازاي ولا بيحصل ولا ايه اللي بيحصل. نفس الفكره بالظبط. عشان كده هم سموها حقن، حقن التبعيه او حقن الخدمه يا سيدي. اوكي. فبالتالي اصبح كده الديبندنسي انجكشن هي الطريقه اللي استخدموها علشان يطبقوا فكره الانفيرجن اوف كنترول او التحكم المقلوب، عشان يخلصوا من مشكله التايت كابلنج بالتحديد. وطبعا بالتبعيه خلصوا من مشكله الميموري وخلصوا من مشكله الانكونسيستنت داتا. تمام. طيب حلو، احنا كده فهمنا الديبندنسي انجكشن والانفيرجن اوف كنترول. تمام تمام. طيب في الانجولار علشان يعرف ان الكلاس دي عبارة عن سيرفيس، بنحط قبل الكلاس ديكوريتور اسمه انجكتابل. اوكي. وزي ما هعمل كده هنا provided in، وممكن نحط هنا مؤقتا root. اوكي. اللي تلاحظ بقى لما حطينا انجكتابل هنا ايه، ده ضرب ايرور، يعني من غير الانجكتابل ده مفيش ايرور، بس لما حطيناه ضرب ايرور. ليه؟ لان هو هنا هيتوقع ان ده حاجه برضو موجوده جوه الانجكتور ومفترض يجيبها لك، بس هو مش عارف ده ايه. نو سيتابل انجكشن توكن فور بارامتر اي بي اي يو ار ال. ما تقلقش خالص، انا لسه هفهمك يعني ايه انجكشن توكن وهنقعد نتكلم في الحاجات دي. بس مبدئيا هدفنا ان احنا نفهم بس ايه الافكار العامه دلوقتي. وهتلاقي عندك هنا بروفايدد ان فيها قيم كتير زي ما انت شايف، برضه هنتكلم عنهم كلهم ما تقلقش خالص، وهفهمك كده ايه اللي بيحصل وازاي الانجولار بيدور على الكلاسز في الابلكيشن كلها، وازاي تقدر تعمل اكتر من اوبجكت من نفس الكلاس لما تحتاج. ده هنتكلم عنه بعدين بالتفصيل برضه. ما تقلقش كل ده هيتم بصوره صحيح. احنا اتكلمنا هنا عن فكره اوبجكت واحد للابلكيشن كلها، بس انت ممكن تقدر تعمل اكتر من اوبجكت وقت الحاجه. تمام. برضه بالديبندنسي انجكشن، او تخلي الانجكتور يعمل لك اكتر من اوبجكت من نفس الحاجة عنده. بس هنقول ده امتى وازاي وليه، وهنتكلم في الكلام ده بعدين. بس انا هنا عندي مشكلة تانية. المشكلة ان الطريقة دي انا بخالف مبدأ مهم جدا في السوليد برنسبل اسمه dependency inversion principle، او مبدأ آه قلب التبعية. انا بخالفه ليه؟ لانه هنا بالرغم ان انا حسنت مبدأ التايت كابلنج او حسنت مشكلة التايت كابلنج شوية، لكن برضو ما زال عندي تايت كابلنج برضو. ازاي؟ لان انا هنا برضو مرتبط بكونكريت امبلمنتيشن او بكلاس معينة. تمام. طيب تعالى نتخيل معايا السيناريو ده. افترض انت عندك 600 كلاس كلهم معتمدين على برودكت سيرفيس مثلا، وانت جيت العميل طلب حاجة معينة او لظروف ما حبيت تعمل برودكت سيرفيس فيرجن 2 وحبيت تغيرها، هتعمل ايه؟ هتروح غصب عنك تعدل في الكود كله، ال 600 كلاس كلهم بتغيرها من برودكت سيرفيس لبرودكت سيرفيس فيرجن 2. بس مش ده الحلو، وكده ما زال برضه عندي تايت كابلنج. تمام. افترض كمان يا سيدي لو انا عايز اعمل تيستنج، عندي الكلاس دي اسمها موك برودكت سيرفيس، انا عايز اعمل تيستنج بيها. فعشان اعمل تيستنج بيها لازم برضه اجي اغير البرودكت سيرفيس بالموك برودكت سيرفيس. هعمل ده ازاي؟ برضه هاثر على كود الابلكيشن. تمام. او هضطر اعدل بايدي، وده معناه ان برضه ما زال عندي ايه؟ تايت كابلنج. طيب مبدا الديبندنسي انفيرجن برنسبل بيقول ايه؟ بيقول ان انت او الهاي ليفل موديولز ما ينفعش تعتمد على اللو ليفل موديولز، لازم تعتمد على الانترفيس عشان يبقى فيه لوزلي كابلنج بنسبه 100%. ازاي يعني؟ يعني هاجي اعمل مثلا هنا وليكن اكسبورت
انترفيس، مش هنخليها برودكت، هنخليها مثلا برودكت سيرفيس. اوكي، وهنحط لها اي في الاول. تمام. وتعالى نعمل كده مثلا، وهنيجي نديها مثلا وليكن زي ما هو عمل كده بالظبط. اوكي، وهنيجي نخلي البرودكت سيرفيس تعمل امبلمنتس مثلا اي برودكت سيرفيس، وهنيجي نعمل نفس الحركه تحت هنا زي ما هو عامل كده بالظبط. ممكن نخليها تعمل ايه امبلمنت للتانية، مفيش مشكله مثلا. اوكي، في الحاله دي انا المفترض هنا ما اعتمدش بقى على برودكت سيرفيس، انا المفترض اعمل هنا اي برودكت سيرفيس. تمام. في الحاله دي الاب كومبوننت اصبح هو ملوش دعوه الامبلمنتيشن جاي منين ولا جاي ازاي. هو عليه هو هدف الكومبوننت هنا كده بس، او هدف الكومبوننت ان هو بس ايه بيعرف يوصل للليست اوف برودكت. يعني اساسا عشان تبقى انت فاهم في الانجولار، هدف كل كومبوننت انه يعرض حاجه في الفيو، فهو ده الكونسيرن بتاعه. فبما ان انا بعمل حركه زي دي، بعمل لوزلي كابلنج بالطريقه دي، واطبق مبدا الديبندنسي انفرجن، فانا كمان بعمل حاجه اسمها سيبريشن اوف كونسيرن. الاب كومبوننت هنا ملوش علاقه الجيت برودكتس دي جايه منين ولا جايه من انهي سيرفيس ولا انهي امبلمنتيشن، هو ملوش علاقه. هو ليه علاقه ان هو عنده فانكشن تمام اسمها جيت برودكتس وجيت برودكت، اي الامبلمنتيشن جاي من انهي كلاس هو ملوش دعوه. وبالتالي احنا كده سهلنا على نفسنا كمان استبدال الاي برودكتس او البرودكت سيرفيس عادي جدا. طبعا هنا مديك ايرور انك انت بيقول لك ده نوت سيوتابل انجكشن توكن. ما تقلقش خالص، في حاجه يعني عشان تستخدم او تطبق ديبندنسي انفيرجن برنسبل في الانجولار محتاج تعمل حاجه اسمها انجكشن توكن. اوكي، وبعد كده تستخدم انجكشن توكن مع حاجه هنا اسمها بروفايدرز. كل ده هنتكلم عنه في حاجات تانية او في فيديوهات تانية يعني، مش دلوقتي. بس انا هدفي دلوقتي انك تبقى فاهم مبدا الديبندنسي انجكشن انفيرجن اوف كنترول، مبدا ديبندنسي انفيرجن برنسبل في الصوره دي برنسبلز. تبقى انت فاهم دول شغالين مع بعض ازاي وايه علاقتهم ببعض. تمام. وبكده انا شايف ان انت مفترض فهمت كل حاجه مظبوط. ولو في حاجه ما فهمتهاش منهم كويس، تقدر تتناقش معانا برضو مثلا في كومنتات سواء على الجروب او غيره. واتمنى الفيديو ده لو عجبك ابعته لاصحابك، علشان في ناس كتير جدا فعلا مش فاهمه الحاجات دي بالتفصيل وبالعمق ده. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وشكرا جزيلا للاستماع.